اوعي تغلطي غلطتي وتشتري البالية دي كانت نتيجة إني ما سمعتش كلام ماما لمّا قالت لي بلاش تشتري كاتل بايركس ما بيستحملش وبيتكسر، وعشان أتعلم never ده تاني كاتل بايركس أشتريه، بس خلاص أنا مش هارمي فلوسي تاني على الأرض، أنا جبت كاتل ب20.000 جنيه عشان يعيش معايا العمر كله، طبعًا أنتم صدقتوا، أكيد مش هاشتري كاتل بالمبلغ ده، لقيت الكاتل الhigh copy يوكيني الألماني بتاع سميج يا جماعة من عند راس هوم، حرفيًا مش هتعرفوا تفرقوا ما بينه وما بين السميج، بيلف 360 درجة بمجرد ما بنضغط عليه من فوق بيفتح بالشكل ده، وده زرار الon والoff. الكاتل استانلس بالكامل من جوه، أنا حطيت فيه المَيّة 10 ثواني كانت بتغلي وبتفرُك، أنا اتفاجئت يا جماعة لمّا لقيت المصفى دي فيه كمان، أول مرّة أشوف كاتل فيه الoption ده، وده عشان تصفّي فيه المشروبات، عملت فيه الشاي شايفين نازل نقي إزاي، وآدي مشروب الحلبة نازل متصفّي، هتعملي المشروبات بتاعتِك في ثواني هتنزل لِك متصفية، أنا هاين عليَّ أرقع زغروطة دلوقتي من كتر ما أنا مبسوطة بالكاتل. الكاتل يا جماعة عبارة عن قطعة ديكور محطوطة على الرخامة، حرفيًا أنا كان نفسي أجيب النوع التاني بس للأسف كان غالي أوي، لحد ما يوكين نزّلوا الإصدار الhigh copy بسعر في متناول الجميع، وعشان الكاتل طلع رهيب بصراحة أنا جبت منه لوالدتي ولأخواتي، الكاتل فيه منه 4 ألوان، اللون الكريمي اللي هو البيج واللون السيلفر، الكاتل موجود منه اللون الأسود وكمان اللون الشامبين، أنا جبت الكاتلات دي من عند راس هوم بسعر لقطة، هتلاقوني عاملة له mention تحت في الcaption.